أيدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قراراً صدر عام 2022 وتم بموجبه قطع التمويل الحكومي عن الحزب اليميني المتطرف دي هايمات أو الوطن، المعروف سابقاً باسم الحزب الوطني الديمقراطي. ووفقاً للحكم سيتم قطع التمويل عن الحزب المتطرف لمدة 6 سنوات، ويشمل ذلك المزايا الضريبية للحزب للتبرعات. ويتبع الحزب النهج اليميني المتطرف ويشتبه بصلته بالنازيين الجدد، وكانت هناك عدة محاولات حظره، وحقق الحزب في الماضي تمثيلا في مجالس تشريعية لبعض الولايات الألمانية الاتحادية. وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من استديوهاتنا في برلين الزميل عبد الرحمن عمار. أهلا بك عبد الرحمن. بداية ما الأرضية القانونية التي بني عليها قرار حرمان حزب الوطن من التمويل الحكومي، وما الأسباب التي بررت بها المحكمة هذا الحكم؟ قبل ذلك ميسون أبدأ بالسياق. في 2017 فشلت محاولات حظر الحزب قانونيا لأنه لا يشكل الخطورة الكافية لأنه لا يحكم، وكان هناك تعديل دستوري بعيد هذا القرار يتيح باستخدام ورقة قطع التمويل عن الأحزاب التي تشكل خطرا على الديمقراطية. تقدمت الحكومة آنذاك ومجلس الاتحادات الألماني والبرلمان بطلب إلى الحكومة، والقضاة يستندون في حكم يتكون من حوالي 129 صفحة بأن هناك ما يكفي من الأدلة والقرائن بأن هذا الحزب هايمات أو الوطن يريد أو يرغب في القضاء أو إضعاف النظام الدستوري الديمقراطي الألماني الحر. يتبنى إيديولوجية عنصرية نازية معادية للمهاجرين، معادية لليهود، معادية للوحدة الأوروبية، وبالتالي فإنه يجب اتخاذ هكذا إجراء إذا لم تنجح إجراءات الحظر. طيب، وهل سيؤثر هذا القرار فعلا على الحزب وعلى مستقبله السياسي؟ ليس كثيرا لسبب بسيط. منذ 2021 لم يتلقى فعليا أي أموال من الحكومة الألمانية وفق القانون الذي تستفيد من خلاله الأحزاب من التمويل، لأنه لا يتجاوز العتبة القانونية. لذلك فشل في كل الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالي فإن هذا القرار تكون له صبغة رمزية أكثر من ما هي قانونية وسياسية. طيب، وما الذي يعني صدور هذا القرار بخصوص حزب الوطن بالنسبة لحزب آخر هو البديل من أجل ألمانيا، وفيه أيضا أفراد وتيارات يمينية متطرفة، وهو أيضا يجلس في البرلمان الاتحادي؟ باستثناء الطابع الرمزي ميسون والتوقيت حيث تخرج المظاهرات حاشدة ضد الحزب وخططه، إلا أن له لن يؤثر كثيرا، لأن نفس السيناريو يقتضي أولا تصنيف الحزب على أنه يميني متطرف، وهذا يعود إلى المحكمة العليا الألمانية. يجب أن تكون هناك أدلة وقرائن كافية لكي نمر إلى مرحلة قطع التمويل، وعكس حزب هايمات أو الوطن حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف أو اليميني متطرف حسب 3 ولايات ألمانية على الأقل يحصل على حوالي 100 مليون يورو أو 10 مليون يورو، وهي أرقام ليست بالهينة. ربما هذه الخطوات تأتي مستقبلا. وضحت الصورة من برلين. كنت معنا مباشرة زميل عبد الرحمن عمار، شكرا لك.